مرحبا، كيف حالكم يا أصدقائي؟ شو أخباركم؟ اليوم بدي أعمل معاكم طريقة الكعك مع هذا الكعك الفلسطيني. بصراحة أسهل طريقة شفتها، يعني هو أنا بصراحة ما عملته قبل هيك، بس شفت الطريقة عند حدا حعملكم منشن إله، وشفت إنه الكعك كتير سهل، فقلت يعني ليش ما أعمله وأدلكم. نشوف مع بعض كيف الخطوات والمكونات. المكونات هون: ينسون مطحون، ينسون حب، معلقة سكر، معلقة سمسم، وحبة البركة، ودقة كعك، ومعلقة خميرة، من كل شي معلقة تقريبا. ومندخل 3 كاسات طحين، ومندخل الكاسة الثالثة، شايفين؟ وهلأ بضيف المواد هدول على الطحين، وبنفس كاسة الطحين كاسة زيت زيتون، وبضيف كاسة زيت زيتون. وهلأ بنبشه بزيت الزيتون. طبعا كنت ناسية انه في معلقتين حليب وهيني ضفتهم. كاسة الا ربع مي فاترة، وبعد ما بسيتهم بدي ارجع احط باقي المي، وبغطيها ترتاح ساعة تقريبا. عجوة حطيت عليها جوزة الطيب، ومعلقة قرفة، ومعلقة ينسون، ومعلقة هيل، ورشة زيت زيتون. عجنها منيح، ببلش اعملهم كرات. وهون كورت العجينة دوائر، بعدين بفرد الحبة وبحط جواتها عجوة زي ما انتم شايفين، وبنعمل هاي الاشكال. وهي اول صينية جهزت. حميت الفرن وبدي اتركها. بنحضر كاسة شاي. بسم الله. وهي كعكاتي صاروا جاهزين، ومع كاسة شاي يا عيني. صراحة ريحته وطعمه كتير زاكي، أنا حبيت. بس شو الغلط اللي عندي؟ إنه لازم الحبة بحس إنها تكون أخمل شوي، بحس إنه بيطلع أسكى. عرفتوا علي كيف؟ وبس والله. والطريقة أخذتها من قمر، حمنشريكم حسابها. يعطيكي ألف عافية كونه ضل معي وقت بالفيديو. هلأ شوفوا الكمية اللي أنا عملتها، عملت تقريبا 3 كيلو كعك بالميزان. هلأ تقريبا لو بدك تبيعيهم كل كيلو بينباع ب7 بالسوق. هلأ قديش بيكون مكلفك؟ بكلفك 1.5 دينار، يعني مربح 1.5 دينار حيكون معاكي ما يقارب 20 دينار. فبحس إنه مشروع حلو للسيدات اللي بيوت، صح؟